السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم لكم على قناة أخبار مصر عاجل ضرب المخطط إسرائيلي من قلب سيناء. وزير مصر يكتشف في ضربة مخطط إسرائيلي تطين الفلسطينيين في سيناء. بدأ مصر اليوم تنفيذ جزء من خطائها، وإسرائيل تجتهد لتمنع تنمية شبه الجزيرة ونقل المصريين إليهم لمواجهة التجربة. فقد أعلنت وزير النقل المصري بدء التشغيل التجريبي لخط سكة حديد الفردان بئر العبد بطول 100 كيلو متر، والنقل القطار من محطة الشيخ زايد حتى محطة بار العبد في سيناء. وقال نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة كامل الوزير العربي النت أن القطار وخط السكة الحديد جزء من مشروع كبير للتنمية في سيناء ونقل المصريين لإقامة وعمل فيها. كما أضاف أنه سيتم توفير فرص عمل لتسهيل تدفع المصريين وعمل على سرعة وسهولة وصولهم إلى سيناء. كذلك كشف أنه سيجري الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كافة محطة الخط كمرحلة أولى من مشروع إعادة تسهيل وتحطيط وإنشاء خط سكة حديد. وبكده نكون قدمنا لكم ضربة لمخطط إسرائيلي من قلب سيناء. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.